كان يا مكان في زمان من الأزمان، في دوار صغير وبعيد على العيال، كانوا عايشين فيه واحد جوج خواتات غير هما أمهم. حياتهم كانت بسيطة، كان مات باهم وهما مازالين صغار. أمهم هي اللي كبراتهم وخدمت على قبلهم. كان فراس مالهم غير واحد جوج بكيرات وشي دجاج وواحد الزريبة وجنان صغير كان قدام الدار. هذاك هو رزقهم وبيه كيعيشوا. صفية وفطومة كانوا واحد جوج خواتات اللي هما من كرش وحده ومن ام وحده ومن اب واحد، ولكن كانوا مختلفين بحال الليل مع النهار. كانت البنت الكبيرة اللي سميتها فطومة كانت معروفة بزينها وببياضها وبشعرها اللي كان طويل بحال الليل، والبنت الصغيرة اللي كانت سميتها صفية كانت حتى هي زوينة، ولكن زينها كان على قدها، ما خايبة ما زوينة. والبنت اللي كانت سميتها فطومة كانت بعكاكة ومعكازة، كانت ما كتعاون حتى في شغل الدار ولا في شغل برا، ما كتعرف دير حتى شي حاجة. نهار وما طال وهي مقابلة غير راسها، ما كتسوق لحتى شي حاجة في الدار كيف ما بغات تكون. كانت كتشوف غير راسها كتلبس وتقد وتضل تحضي راسها في المراية وتبقى تقول: الله 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 يا ربي على هاد الزين، يا ربي اش هاد الزين حمدتك يا سيدي ربي وشكرتك اللي خلقتيني هكا بنيه شهوه مني. الله يحفظني وما شاء الله عليا. كانت وحدة اللي متكبرة وهزة راسها للسما، ما كتعاون في الدار ولا كتخدم، كانت غير كتجلس وكتبقى تكحل وتسوك وتلبس حوايجها كل مرة تبدل وتلبس حاجة وتحيد حاجة. كانت كتحلم غير بالنهار اللي غادي يجي فيه شي سلطان كبير ولا شي ولد شي قيد يخطبها. اما الصغيرة صفية كانت هي اللي مقابله شغل الدار ومعاونه مع امها في الكبيره والصغيره، وكل نهار مسكينه كانت كتفيق على النبوري تسرح البكر وتدورهم في داك الجنان الصغير ديال الدار وتجمع الحليب ديالهم وكتمشي موراها تقد الفطور لامها واختها، وعاد مورا هادشي كامل كتمشي تقد شغل الدار. كلشي كان على ظهرها، غير كان كيشيط ليها شويه ديال الوقت كتمشي فيه تبيع داك الحليب اللي جمعاتو من دوك جوج بكيرات، وهادشي كله باش تتعاون مع امها في المصروف. كانت مسكينه كتخدم بنيتها، واخا كانت كتعيا عمرها ما تشكات ولا بكات، كانت كتوكل على الله وتخدم وهي فرحانه ومعاونه مع ميمتها. وفي يوم من ايامات الله مرضات ليهم واحد البقره، بقات صفية مسكينة هي اللي مقابلها وكتقابلها باش على الله تصح وكتوكلها بيديها وتعطيها من العشب اللي كيداويوها. كتضل معاها النهار كامل حيت كتشوف الا ضاعت منهم هاد البقرة راه ما بقى ليهم حتى شي حاجة منين يقدروا يصرفوا، حيت بقرة وحده ما غاديش تكفيهم وحليبها ما غاديش يكفيهم باش يبقاو يبيعوه للناس ويترزقوا منه. ايوا داكشي كامل اللي دارتو صفية مسكينة على قبل ديك البقرة، واخا هكاك ديك البقرة مسكينة صبحت واحد الصباح ميتة مكتب ليها، وهذا هو اللي جاب في رزقها. مسكينة الصفية شحال حزنات عليها وبكات، اما واحد فطومة كاع ما كانت مسوقه لهادشي كاع اللي واقع في الدار، تموت البقرة ولا تبقى داكشي كاع هي كاع ما كيهمها. كان همها غير فوقاش يجيها هداك مولاي السلطان ولا داك ولد القايد ولا شي ولد تاجر كبير اللي غادي يخطبها ويقدر زينها. وواحد النهار كيف العاده
كانت فطومة جالسة مقابلة مع المراية كيف عادتها، وهي تجي عندها الصفية اللي كانت مسكينة كتبكي وقالت ليها: صافي صافي يا فطومة، بات لينا البقيرة. ايوا اختي، اش بغيتيني ندير لك انا؟ ياك ما بغيتيني نوض نبكي معاك؟ اويلي بز قلبك اختي، شحال تبكي حتى بقاو يبكيو عليها الناس؟ واش غنقولك يا اختي، باز لداك القلب عندك شحال قاسح، باز. ايوا غير بكي غير نتيا يا مولات القلب شنين، وجهك وجه تماره والهم. اما انا اختي ما نخسر زيني بالتفكير، نتهلا غير في راسي باش ملي يجي السلطه اللي بغى يديني ولا شي امير قلقاني مازال بزيني ووجهي صافي كيف البلار. انتي يا اختي اللي جات معك ما مهمرة راسك بهموم، كيحسب لك بلي كلشي كيدار بالزين. والله يهديك اختي، الله يهديك. ايوا يا سيادنا، من مور ما مات ليهم هذيك البقيرة مسكينة، ربحهم قل ونقص ليهم بزاف ديال الحليب، حيت بقرة وحده ما كانت كتكفيهم، والحليب ديالها ما كانش كيكفيهم باش يبيعوه ويربحوا منه بزاف. بقات الصفية مسكينة كتفكر شنو خصها دير، وهي تنوض مشات جابت شوية ديال الزريعة وهي تغرسها في داك الجنان ديال دارهم، الزريعة ديال الخضرة، وبدات هي اللي كتحفر وتزرع الارض، وكل مرة كانت كدور عليها شبر شبر باش تسقيها، ونهار على نهار بدات كتبان ليها ديك الخضيره في الجنان. فرحات بها بزاف وبقات فيما كتلقى الفرصه كتزيد شي حاجه كتزرعها جنبها، كتمشي وكتحفر الارض وتزرعها حتى اليوم من ايامات الله، وهي كتحفر بواحد المحرات ديالها اللي صغير. ايوا هذاك المحرات الصغير ضرب ليها في واحد الحاجه اللي قاصحه وسط الارض، بدات كتحيد التراب غير بيديها بشويه بشويه حتى جبدات من تما واحد القله عامره بالذهب. صفيه ما صدقاتش شنو كتشوف عينيها، بقات غير كتقلبها وتعاود حتى تاكدت من داكشي اللي فيها، وما بقات قدها فرحه، عينيها عمرو بالدموع وفي نفس الوقت كيلمعوا بالفرحه. ومن ديك الساعه بقى عقلها كيدي ويجيب فاش لا حوايج ديرهم، شي حاجه لدارها وتكسي امها واختها وتشري ليهم بزاف ديال المونه ياكلوها. تفكيرها كامل كان غير على وديت عائلتها. نضت من تما ومشات كتجري وهي تدخل للدار كتغوت وكتقول: وامي مي امي وفطومة، اجيو تشوفوا شنو لقيت، اجيو تشوفوا اجيو. جات في الطومه هي وامها ولقات في يديها واحد القله ديال الذهب. نطقات في الطومه وقالت: اشنو هادشي الصفيه؟ اش هادشي في يديك؟ والله يا اختي ما عرفت كيفاش غادي نعاودها ليكم. كنت كنحفر الارض حتى طاحت في يدي هاد القله ديال الذهب مدفونه تما. يا حليل لي يا حليل لي، شوفي نقولك، من دابا راه هادشي اللي لقيتي راه خصنا انا وياك نقسموه، واصلا وفاصلا راني كنت جايه عندك باغا نعاونك، وغير على شويه كنت غادي نكون انا اللي لقيتها ماشي نتيا. الله يودي الله يودي اختي فطومة، واش كاين انا ونتي؟ راه انا وياك راه بحال بحال، ما تبقي غير على خاطرك. اسكتي هاديك المسخوط، اسكتي. واش انتي ما كتعرفي لا تعاوني لا تخدمي لا تردمي؟ ما كتعرفي حتى شي حاجه ديريها في حياتك مقابله ليا غير المرايه، اولا مشات اولا غسيلو تبدل الحوايج، ودابا جايه كتهضري مع اختك بهاد الطريقه وكتقولي لها لا واه ما لا واه، مقسم معاك كوني تحشمي. الله يكبسك ان شاء الله. لا لا ماما، ما تقوليش هاد الهضره، راه انا واختي، ما كاينش انا ولا هي،
حنا راه واحد، وانا غادي نقسمها معاها طرف بطرف. الا هادي واش ماشي اختي؟ ايوا الصفية مسكينة قلبها كبير ورحيم، ما قصرت مع اختها في حتى حاجة، قسمتها هي وياها حاجة بحاجة، كل وحدة فيهم خدات قطعة حتى الاخر، بقات ليهم واحد القطعة وحدة ديال الذهب، ما عرفوا شكون اللي غادي ياخدها. عيطوا على امهم باش هي اللي تحكم بيناتهم، وهي اللي تقول ليهم شكون اللي غادي يدي هذيك القطعة التالية اللي بقات. واش غنقول لكم بنيات، هادو القطعة التالية اللي بقات حتى وحدة فيكم ما غتديها. انا اللي كيظهر ليا كل وحدة فيكم تزيد شوية من داكشي اللي عندها، ونشريو شي بقيرة صغيرة ونكبروها ونربيوها على يدينا، ونعودو بيها هاديك البقرة اللي ماتت ونستافدو منها. ولكن فطومة كانت أنانية، عقدت حجبانها وتغوبشات، وكان ليها رأي آخر في هاد الشي. تكلمت معاهم وهي تقول ليهم ويلي يا امي قداش قلتيها، انا راه ما عندي ما نقسم معاكم، راه هادشي اللي عندي راه بحر يكفيني، راه بحر نشري الحوايج ونشري الذهب اللي نلبس في يدي وفي عنقي، ونوجد راسي لمولاي السلطان باش من اللي يجي يخطبني يلقاني واجده وزيدون حتى هاد القطعه ديال الذهب اللي بقات انا الكبيره وانا اللي غادي ناخدها. حتى داكشي تما نوضي تقهري عليا من قدامي. يلا قلت لك حتى هادي باغا تاخدها، يا ربي على مصيبة يا سيدي ربي. ايوا سيدنا فطومة هزت الذهب ديالها اللي قدامها وناضت ومشات لبيتها. بقات رحمة امها غير كيشوفوا وما لقاو ما يقولوا ليها، امها حنات الراس وما عجبهاش الحال. بنتها شافتها وهي تجي لعندها، الصفية مسكينة مولات القلب الحنين، وهي تبوس ليها راسها ويديها وقالت ليها ما يبقاش فيك الحال امو انتي، انا غادي نشري لك البقرة بهادشي ديالي، والله خصاتك انا نديرها لك غير كوني مرتاحة. ايوا الصفية مسكينة صبح غير صبح الحال وعين نبوري فقت، وهزت الفلوس ديالها ومشات للسوق، خدات بيهم بقرة وخدات ليها العلف ديالها، وخدات حتى العلف ديال الدجاج اللي يقدر يكفيهم عام كامل بلا ما يفكروا ولا يخمموا. اما اختها فطومة مشات حتى هي للسوق، ولكن هي مشات للسوق ديال التواب وشرات غير التواب ديال الحرير وديال الثليجة اللي كيليقوا غير بالسلطانات وبالاميرات، وخدات لراسها بزاف ديال القفاطن وما نسات راسها من الذهب والجوهر وبرعات راسها وما خلات ما شرات، ورجعت للدار وهي فرحانه بداكشي اللي خدات. وغير وصلات ودخلت لبيتها كتجري جبدت كاع داكشي اللي شرات، مشات تقابلت مع المرايه وجبدت القفطان الاول ديالها اللي كان قفطان من الحرير ماليه متيل، كان في الكحل ومطروز بالذهب، كان قفطان اللي شافو كيفها فيه. قيصاتو بقات كتشوف في راسها وكتشكر في راسها والدور من هنا والدور من لهيه، كنت فرحانه بزاف به ما قدها فرحه. حتى لواحد شويه بدا اللون ديال القفطان كيتبدل وبدا كيكشف بحال الا دازت عليه سنين طويله وهو ملبوس. فطومه ما فهمت والو، جاب ليها الله بحال غير كتخيل. هزت القفطان الثاني وهي تعاود تقيسو وهو يطرى ليها نفس المشكل اللي طرى ليها مع القفطان الاول. حيدت القفاطن بجوج
وهي تلوحهم في الارض، وهما يرجعوا كيف كانوا. ما فهمت والو، خافت من داكشي اللي كتشوف، بدات غير كترد وكتشوف شنو هادشي. ما بقات عارفه ما دير، تلفات بيها وهي تمشي لداك القفطان اللي كانت قيساتو في المره الاولى، وهي تجيب واحد المقص وبقات كتقطع فيه وتعاود، ما خلات فيه ما يتلبس، وجلسات الارض وبقات كتبكي وما تقبلتش باللي داكشي كامل اللي كانت شافت ما صالحش. جبدات واحد اخر وبدات كتقيس فيه، غير شافت راسها في المرايه وهي تبان ليها بحال شي مرا كبيره لابسه داك القفطان. هي نيت في الطومه ولات حالتها بحال شي مرا كبيره لابسه قفطان، وهذيك المرا كانت كتخلع. وفي هذاك الوقت كانت اختها صفيه راجعه من السوق وهي فرحانه حيت قدات تشري داكشي اللي غادي يعتق عائلتها من الفقر، وخدات معاها كل اللي كيخص ديال التقضيه ديال الدار، وجايه غير بشويه عليها والضحكه مرسومه على وجهها. دخلت للدار ومشات نيشان لبيت الكانون باش تطيب لختها وامها من ياكلوا. شويه خلطت عليها اختها وقالت ليها صفية، صفية، جيتي؟ اختي العزيزة عليا، يا الفنة ديالي، اجي معايا، اجي تشوفي شنو شريت لك. اجي، راني خديت لك واحد القفطان وواحد التواب شهوة منهم. واش بصح اختي فكرتي فيا؟ اختي، انا شحال عندي انا من اختي. اجي يلا بعاير كيسو داكشي ونشوفو كيف غادي يجيك. وهاد الشي كله كنت دايره في الطومه غير باش تاخد منها هذاك الشيء اللي كان بقى ليها من الذهب. ايوا دخلت في الطومه وصفيه بجوج بيهم للبيت وبقاو كيقيسوا الحوايج. كانت صفيه الحاجه اللي قيساتها كتجي كتفتن بالزين، تبدلات تقولي ماشي هي. وكان اللون ديال القفطان كاع ما كيتبدل عليها، بالعكس عاد ما كيبان حسن. وطيبت قلبها غير ما كنزيد تنور في وسط من دوك القفاطن، واللباس غير ما كيزيد يواتيها. هادشي اللي خلى في الطومه حساس بالغيره، ولكن ما بغاتش تبين ليها. الصفيه شكرات في الطومه على داكشي اللي خدات ليها، وهي تقول ليها ايوا شكرا اختي اللي خدتك عليا، هادشي زوين، ما نلبس بحال هكا. يا واش شفتي؟ باش ما تقوليش انا زكرامه وكنبغي غير راسي، ها انا خليت راسي وشريت لك. والله يا اختي، والله يا اختي، وما تساليني خلوف، حتى هادشي اللي شريت ما بقى ليا حتى باش نشري شي حاجه لراسي. ما كرهتش تعطيني شويه ديال دوك الذهب اللي باقي عندك، نمشي حتى انا نشري شي حاجه ليا. هاكي اختي، هاكي شري لك شي حاجه من هادشي بحال هكا اللي شريتي ليا، وشري حتى لمي معاك عافاك. عطاتها رحمه شويه من داك الذهب اللي كان شاط ليها، وما كانتش معرفه المسكينه باللي راه في الطومه نيتها راه ماشي بحال هكاك، وباللي اختها راه ما خدات ليها والو، وداكشي راه عطاتو لها غير باش تجربوا عليها وتشوف واش حتى هي غادي يوقع ليها بحال اللي وقع ليها. ايوا على الصباح غير صبح الصباح وهي تفيق في الطومه ومشات للسوق عاوتاني، وهي تدخل المحلات ديال التواب وبدات كتخير احسن ما كاين تما. عند بالها هاد المره اللي غادي تاخدو غادي يصدقوا حسان من داكشي اللي خدات في الاول. ايوا يا سيادي، غير وصلت للدار وبقات كتقيسهم، وقع ليها هداك الشيء اللي كان وقع ليها في الاول. كيكون القفطان كيحمقوا، غير كتلبسهم كيوليو كاشفين بحال لبساتهم هادي سنين. في الطومه كان غادي يخرج ليها العقل بالغوات، راه ما دوك التواب في الارض
وبقات غير كتغوت. سمعتها اختها صفية وجات كتجري عندها، دخلات لقاتها جالسه في الارض وشاده في ركابيها وجامعه مع لي هادوك التواب ومدوراهم بها، وكيبان على وجهها باللي مصدومه. عاودت لختها اشنو طرا ليها من الاول، وعاودت ليها على الحوايج اللي كتجيبهم وغير كتلبسهم وكيوليو بحالتهم. صفيه ما قدرتش تطيق هاد الشيء، وطلبت منها باش تنوض وتقيس قدامها وتشوف بعينيها. وداك الشيء اللي كان، دخلت معاها ولبست اختها القفاطن، وشافت صفيه بعينيها كيفاش كيوليو القفاطن غير كتلبسهم في الطومه كيتبدل اللون ديالهم وكيولي حالتهم. بقات صفيه غير حله فمها ومصدومه من هاد الشيء اللي كتشوف. ريلي اختي، هادشي راه ماماني ما شفتو. شفتي اختي، دابا تيقتيني. غير كنلبسهم كيوليو بحال هكا. ما فهمتش. يلا نمشيو عند تما ونعاودو ليها هادشي، الله وعسى تنفعنا بشي حاجه. مشاو بجوج بيهم عند امهم وعاودوا ليها هاد الشيء اللي كيطرا مع في الطومه، وحتى هي باش تاكد من هاد الهضره وتعرف اشنو تقول طلبت منها حتى هي تقيس القفاطن قدامها. وداك الشيء اللي كان في الاول هو اللي جرى القفاطن كيكونوا لونهم زاهي، وغير كتلبسهم في الطومه كيولي لونهم باهت وكاشف. يا ربي الله، يا ربي اش هادشي كنشوف. السلامة يا سادة، بيش هادشي انا بنيتي ما عرفت هاد العجب. ما تخلعينيش امي، ما تخلعينيش عافاك، ياك ما مسحوره. لا لا يا بنيتي، الله ينجيك من شي سحور. مرة يكون والو، ما تخافش، غير سيري دابا ونساي علي كاتش. انا راه ما غنتهنى وما غيهنا ليا البال حتى كنعرف هادشي اللي شنو كيوقع معاك يا بنيتي. راهي كوني مهنية. مشات امهم لعند واحد الفقيه اللي كان معروف عندهم في الدوار، كان قاري القرآن وحافظ لكتاب الله وكيعرف بينه وبين الله مزيان. عاودت ليه امه اشنو كيوقع مع بنتها في الطومه، وقبل ما يتكلم ولا يقول ليها شي حاجه قال لها عاودي ليا على بناتك بجوج وكيفاش تصرفاتهم معك في الدار، وعاودي ليا حتى على ديك القله ديال الذهب اللي لقى. عاودت ليه امهم كلشي من الاول حتى الاخر. بقى غير ساكت وكيهز في راسو وهو يقول ليها يا واش راه نقولك انا لا امينه، هادشي اللي وقع لبنتك في الطومه راه لهنا وصابسه، وهذاك الكنز اللي لقاو راه كان بمالي، ولكن هما راه ما اداوها بحتى شي حاجه. هذاك الشي اللي جاها بسبب الطمع والانانيه اللي كانت فيها، وهذاك الشي تهول ليها في الحوايج باش يربيها، وما يمكن حتى شي حاجه تهيد دابا، فهي اللي تبدل وتغير طباعها وتهيل منها الأنانية والطمع. رجعت لاله امينه وهي مفقوسه على بنتها وعاودت ليهم هذاك الشيء اللي قال ليها الفقيه بالتمام والكمال. ايوا وهي تقول ليها هادشي بنتي راه جاك من داك الذهب اللي لقاتهاتك وخديتيه ليها بلا موجب سرعة، هو اللي حرج فيك واللي لبستيها. كتحيا بالك، شوفي درهتك الله يرضي عليها، دريويشة وقلبها في يدو كبير. من اللي لبست دوك الحوايج راه بانوا عليها وزينوها. في الطومه غير سمعت داك الكلام وهي تدخل لبيتها سدات عليها وبقات غير كتبكي وكتفكر في الكلام ديال امها وكتفكر في ايامها وداك الشيء اللي كانت كدير. فكرات حتى عيات ولقات بلي فعلا راه خصها تبدل وتبدل طباعها وما تبقاش بحال داك الشيء اللي كانت كدير.
ولات كل صباح كتفيق وكتمشي تعاون ختها باش على الله وعسى تحيد من هذيك اللعنه اللي ركباتها من راسها حتى لساسها. والصباح النبوري ناض ومشات مع اختها الكوري اللي كانوا فيه دوك جوج بقيرات والدجاج، وراتها كيفاش دير تحلبهم وكيفاش دير تعلفهم. وفي الاول لقات فطومه مشكل كبير كيفاش دير تعلم، ولكن نهار على نهار تعلمات ولات كتنوض كل صباح هي الاولى كتوجد الفطور ليهم، موراها كتمشي للكوري وكتحلب البقيرات وتاخد البيض ديال الدجاج من العشاء، وكانت كتجلس مع امها واختها باش يقادوا اللبن والجبن وكيضحكوا وينشطوا بثلاثه بيهم. وكانت كتحس براسها مرتاحه وحسن من الاول، وندمت على الايام اللي كانوا دازوا فاش كانت فيه وحده اللي هي معكازه وبعكاكه وحتى شي حاجه ما كانت عاجبها. كل لحظه عشتها بعيده على عائلتها كانت كتندم عليها، وكانت كتفكر غير علاش كانت كدير بحال هكاك. ايوا مشات الايام وجات ايام. واحد النهار وهي فطومه دخلت لبيتها وبقات كتشوف حتى الخزانه ديالها، بانت لها ديك الرزمه ديال القفاط اللي كانت شرات، بقات كتشوف فيهم. واحد شي شويه دخلت عندها الصفيه ولقاتها كتشوف فيهم من بعيد وهي تقول ليها هذا هو الوقت، يلا هو نوضي دابا كيسيني صديق كلاس. لا 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 نعافاك اختي الله يرحم لك الوالدين، ما بقيتش انا بغيتهم، غير خوديهم بصحتك وبراحتك. دا الله اختي، هادوك راه ديالك، وهادوك خاطنك وجوابك، وما يجيو على حتى شي واحد من غيرك. يلا موضي كيسيهم. نط في الطومه وهي تقيسهم. تصدمت بزاف حيت ولات كتبان اجمل بنت في القبيله. فطومه كانت بنت اللي زوينه وزينها طاغي، ولكن ملي لبست داكشي تزاد عليها النور على وجهها، حيت داك القفطان وداك الجوهر والذهب اللي لبسات ولا كيبينها وحده اخرى، ولات كتبان اجمل وحده. ايوا فهمات فطومه الدنيا وفهمات باللي راه خصها تبدل وباللي طبعها ما كانت نافعاها في والو، ولات حنينه على اختها، واختها راه كانت حنينه فيها اصلا ولات كتر. ومع الايام كتر العوين ما بين الخواتات وراس المال ديالهم تزاد وتعاونوا وشراو جوج بقيرات اخرين وكبروا الزريبه ديالهم وبقاو على داك الحال شلايه كيتعاونوا في الخدمه ومعمرين وقتهم. حتى لواحد النهار كانت فطومه شافها ولد واحد التاجر كبير في السوق، كانت ديما كيشوفها وكتعجبو، ولكن كانت كباينه ليه باللي راها متكبره وعاجبها راسها وحاسه براسها مغروره، وداكشي اللي كان كيخليه ما كيقد يقرب منها. ايوا فطومه ملي تبدلات الطبيعه حتى وجهها تنور وطلعت عليه النور ولا مبشور. هادشي اللي خلى ولد هاد التاجر مشى جاب مو باه وتقدموا ليها في النهار الاخر. فطومه وافقات وداروا عرس كبير اللي فرح فيه الكبير والصغير، كلشي كلا كلشي شرب. وغير بيام قليله جا عاوتاني واحد العريس للصفيه اللي كان حتى هو من اكبر التجار في البلاد، كان نجار كبير حتى شي واحد ما بحالو في القبيله. جاو خطبها وحتى هي دار لها عرس كبير اللي حضر فيه الصغير والكبير، وبجوج بهم البنات ولدوا جوج بنات. والخواتات واخا تزوجوا ما فرطوش في امهم، بقاو ديما كيطلعوا عليها ومقابلينها ومعاونين مع بعضياتهم، واللي ما قدر يدير هادي كيدير هادي.
واللي طاح كيلقى الاخر، كل واحد كيلقى الاخر في جنبو. وهكا خص الخاوه تكون. الصبر زوين، واللي صبر راه كينول، حتى الا طال الطريق الفرج كاع يجي في الوقت اللي كتبو الله. ومشات خبيرتي من واد الواد، وانا بقيت معكم يا ناس الجواد.